بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لك بالجديد، جاي لك بالجديد، جاي لك بحاجة جديدة وفيديو جديد. وشكرا ليك يا ابني، شكرا ليك يا ابني على اللي بتعمله معايا في الفترة الأخيرة. والله ما عارف أقول لك إيه. أنت زائقني زقة هنا على اليوتيوب أنا ما كنتش منتظرها وما كنتش متوقعها، فوالله العظيم ثلاثة بحبك. جاي أكلمك في إيه بقى النهاردة؟ جاي أكلمك أكيد عن ما قبل مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا. ومتقلين عليك يا زمالك، متقلين عليك قوي الفتره الاخيره. بقالنا فتره كبيره بنلعب ماتشات كتير، ماتشات في الدوري، تخلص دوري تروح تلعب كونفدراليه، تخلص كونفدراليه تلعب دوري، تخلص دوري تلاقي عندك ماتش مصيري في الكونفدراليه مع كايزر تشيفز لازم تكسبه عشان تصعد اول، فبتكسبه وبتصعد اول. مشكورا يا زمالك على اللي بتعمله معانا في الفتره الاخيره والفرحه المتواصله والمكاسب المتتاليه عامه في الفتره الاخيره. ولكن لازم تكسب ماتش سيراميكا. حقك عليا، انا عارف ان انا رخم وعارف ان كل ماتش انا بضحك عليكم وبقول لك الماتش ده ماتش مهم، لكن والله ماتش السيراميكا ما يقل اهميه عن اي ماتش مهم انا كلمتك عليه قبل كده. ليه بقى الزمالك لازم يكسب سيراميكا؟ هقول لك. ثواني بس ناخد بق. ولو انت روح اعمل لك حاجه اشربها يا اسطى، روح اعمل لك حاجه اشربها عشان تيجي تتفرج على الفيديو ده. انا هكلمك عن كل التفاصيل الخاصه بمباراه الزمالك وسيراميكا. اي حاجه عايز تعرفها عن ماتش الزمالك وسيراميكا في دور ال 16 من بطوله الكاس هتلاقيها في الفيديو ده. فروح اعمل لك حاجه اشربها وبعد كده تعالى كمل الفيديو. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. بص يا اسطى، ليه لازم تكسب سيراميكا؟ مبدئيا عشان دي فرقه سيراميكا وده موضوع هنتكلم فيه قدام شويه. تاني حاجه، انت ما بتلعبش سيراميكا بس، انت بتلعب الازمات، بتلعب المشاكل، بتلعب الضغوطات، بتلعب المنظومه اللي رفضت انها تاجل لك المباراه وحطت الماتش في عز المدعكه اللي انت مدعوك فيها في الفتره الاخيره، وقال لك هتلعب الماتش بعد ماتش كايزر تشيفز بثلاث ايام. يعني هتلعب الماتش بعد كايزر تشيفز بثلاث ايام. حتى بعد ما اعترض وحتى اما نادي الزمالك بعت لاتحاد الكره طلب تاجيل المباراه، رفضوا تاجيل المباراه وقال لك الماتش في ميعادها عشان نخلص من البطولات المحليه قبل كاس العالم. يا عم على دماغي، على دماغي. فانت كزمالك انت ما بتلعبش سيراميكا كليوباترا بس في الماتش بتاع بكره، انت بتلعب سيراميكا وبتلعب كل من هو كان عايز يوقع الزمالك في الفتره الاخيره بشكل غير مباشر. بس عشان ايه؟ هيقول لك هو مين اللي عايز يوقع الزمالك؟ هو كل الزملكاويه اللي مقتنعين ان في ايادي خفيه عايزه توقع الزمالك. لا، ده بيحصل منين ما الدنيا بتستقر نسبيا في نادي الزمالك، بنبتدي تشم نفسنا بتلاقي الدنيا متدربكه عليك من كل حته، محدش بيساعدك ولا حد هيساعدك. فالمهم، الزمالك هيلاعب سيراميكا كليوباترا. فزي ما قلت لك انت مش هتلاعب سيراميكا بس. ليه بقى قلت لك في الاول فكره انك هتلاعب سيراميكا؟ ده مخلي الماتش ليه اهميه خاصه، لانك بتلاعب الفرقه اللي شغاله عند النادي الاهلي، انت بتلاعب مخزن النادي الاهلي، انت بتلاعب رديف النادي الاهلي، بتلاعب سيراميكا كليوباترا اللي منين ما الاهلي بيتزنق في لاعب، اتفضل يا اهلي، منين ما الاهلي بيتزنق في لاعب عنده عايز تطلعه اعاره، مكانك وبيتك يا اهلي. ما عندهمش اي مشكله في مساعده الاهلي في خروج لعيبه من عندهم، حتى لو اللعيبه دي نجوم زي ما حصل مع مروان عثمان، او حتى ان لو الاهلي عنده مشاكل في القائمه بتاعته. ايه المشكله ان انا ناخد 3 4 5 6 7 8 10 لعيبه من الاهلي واحطهم في القائمه بتاعتي حتى لو اللعيبه دي مش هتفيدني في حاجه؟ فدي سيراميكا كليوباترا. ضيف على كده بقى انك هتلاعب سيراميكا كليوباترا نسخه الكابتن علي ماهر. الكابتن علي ماهر، وما ادراك الكابتن علي ماهر ابن الاهلي البار. علي ماهر في ماتشات الزمالك تحس انه بيدافع عن شرف الامه، تحس انه واقف على الخط هيموت ان هو خسران من الزمالك او ان الماتش متعقرب عليه قدام الزمالك، لكن لما بيلاعب الاهلي الدنيا بتبقى على قلبه مراوح. كابتن علي ماهر بالمناسبه اللي لعب قدام النادي الاهلي 19 مباراه، خسر 18 وتعادل واحد، لا خسر 17 وتعادل واحد وكسب واحد بالصدفه ساعه لما كان بيدرب نادي الاسيوطي. نادي الاسيوطي قبل ما يبقى بيراميدز كان بيدربه علي ماهر، كسب الاهلي بالصدفه ماتش. يعني حوالي 20 ماتش الكابتن علي ماهر كسب الاهلي ماتش واحد. اما امام الزمالك تلاقي علي ماهر بيلعب ماتش بجديه كبيره، بتلاقي علي ماهر عايز يكسب الماتش ده. فانت عندك عوامل كتير قوي مخليه الماتش ده ليه اهميه اكتر بكتير من الماتشات اللي فاتت. كل الماتشات اللي فاتت مهمه، ماتش كايزر طبعا كان مهم، ماتشات الدوري طبعا مهمه، اي ماتش الزمالك هيلعبه في المرحله الجايه هو ماتش مهم، لكن ماتش سيراميكا ده هو ماتش مهم جدا 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 زي ما قلت لك في البدايه. انا في ايه وانا ليه واخد الموضوع كأن انا اللي هلعب؟ يا عم مشي الدنيا، الدنيا بالحب.
فالمهم يا سيدي، انت هتلاعب سيراميكا كليوباترا في ماتش دور 16، ماتش اقصائي في بطوله الكاس. وخلي بالك ان انت لو كسبت سيراميكا كليوباترا انت طريقك لوز اللوز. يعني لو كسبت سيراميكا كليوباترا ان شاء الله بكره هتلاعب بعديها في دور الثمانيه طلائع الجيش، وبعد كده لو كسبت طلائع الجيش هتلاعب زد. فانت عشان يعني على ما توصل النهائي بعد سيراميكا كليوباترا انت مش هتلاقي عقبات، سواء طلائع الجيش او زد، فرقتين في المتناول جدا. فانا شايف ان بطوله الكاس السنه دي حتى الناحيه الثانيه في فرق كتير خرجت وما بقاش غير بيراميدز. فانت الصعوبه اللي ممكن تواجهها في بطوله الكاس هو ماتش سيراميكا اللي في دور ال 16، وحلني بقى في النهائي لما تلاعب بيراميدز. ويمكن بيراميدز كمان يحصل معاه مفاجاه ويخرج وتلاقي نفسك بتلاعب فرقه تانية في دور النهائي. فبطوله الكاس السنه دي بطوله مهمه، وما ينفعش الزمالك ما يحاربش على بطوله الكاس، لان البطوله دي بتاعتنا في الفتره الاخيره. انت اخر 10 15 سنه الزمالك متميز قوي في تتويج بطوله الكاس، فانت لازم السنه دي تقعد تدافع عن اللقب بتاعك، لان انت اصلا بطل الكاس السيزون اللي فات. فده شيء مهم جدا لازم اللعيبه تكون عارفاه، ان احنا مش عايزين نخسر حاجه. وده قلت لك في ماتش كايزر تشيفز، مش عايزين نخسر حاجه دلوقتي. لو هتخسر حاجه او هتخسر نقاط او هتخسر ماتشات، اخسر على المدى البعيد، اخسر في نهايه الموسم، ما تخسرش دلوقتي. الخساره دلوقتي هتفتح مليون باب مواربين، مليون باب هيتفتح، احنا مش حمله، احنا الدنيا ماشيه معانا بالستر. فالزمالك لازم يكسب ماتش سيراميكا كليوباترا عشان كل العوامل اللي انا عمال ارغي لك فيها دي. سيراميكا عشان فرقه سيراميكا، وعشان الحب المبالغ فيه من نادي سيراميكا كليوباترا لنادي الاهلي المنافس بتاعك، وكم المساعدات اللي سيراميكا بتعمله مع الاهلي، عشان هتلاعب الكابتن علي ماهر، عشان كل اللي حصل في ماتش سيراميكا، في ميعاد ماتش سيراميكا، وفكره الضغط اللي اتعمل لك في ماتش سيراميكا. فانت لازم تكسب الماتش عشان تكسب كل الناس دي، تقول للناس دي انتوا عملتوا كل ده وانا في الاخر كسبت وصعدت على حساب سيراميكا. سيراميكا فرقه جامده، فرقه جامده جدا 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 جدا، ومن احسن الفرق اللي بتلعب كره في الدوري السنه دي. سيراميكا متصدره جدول ترتيب الدوري، سيراميكا بتلعب كره ممتازه، كره شامله، عندهم لعيبه كتير متميزه على مستوى كل الخطوط، وده اللي هكلمك عليه بعدين. فلازم يا زمالك معلش حقك عليا، والله انا عارف اني متقل عليك، وكل ماتش اقول لك يا رب تكسب يا زمالك، لازم تكسب يا زمالك، واقعد ادادي فيك، مع ان الطبيعي ان انت تكسب. ما احنا قلناها بقى، انت على الرغم من الازمات وعلى الرغم من المشاكل وعلى الرغم وعلى الرغم وعلى الرغم وعلى الرغم من اي حاجه انت عايز تقولها، انت الزمالك، انت ما بتخافش من حد، انت اللي بتخوف. فلازم تثبت كل اللي الناس بتقوله في الفتره الاخيره بان الزمالك ده معادله ضد المنطق، وان الزمالك من رحم المعاناه بيلاقي نفسه بيحقق انجازات بماتش سيراميكا كليوباترا عشان تاكد النظريه. مش ممكن. اما لو جينا بقى نتكلم ونعمل فيها محللين فنيين، وجينا نتكلم عن التفاصيل الفنيه في مباراه سيراميكا كليوباترا، فانا عايز اقول لك انها فرقه صعبه قوي. انا مش عارف اصلا احنا هنتعامل معاهم ازاي. يعني لو جينا مسكنا فرقه سيراميكا من حارس المرمى لحد المهاجم، كل خط فيه لعيبه كويسه. حارس المرمى طبعا محمد بسام. محمد بسام من احسن الحراس اللي موجودين في الدوري المصري، واتفرجنا على محمد بسام لما كان مع منتخب الكابتن حلمي طولان في البطوله العربيه. حارس متميز، وحارس لو في يومه بيبقى صعب جدا انك تتعامل معاه. شيري بعد كده على خط الدفاع، عندهم في خط الدفاع برضو لعيبه كتيره، عندهم رجب نبيل، عندهم سعد سمير، عندهم في واد محترف عندهم اسمه ارثر، ده مدافع جامد قوي، عندهم باك شمال كريم الدبيس، نص الملعب عندهم عمرو السوليه، قدام عندهم محمد عبد الله اللي جالهم من الاهلي، عندهم اسلام عيسى، عندهم نجم الفريق في الموسم الحالي صديق اجولا، عندهم فخري لقاي، عندهم فرقه تقيله، فرقه تقيله، ومن احسن الفرق اللي بتلعب كره في الدوري، وفرقه اكتسبت شيء في الفتره الاخيره وهي الشخصيه. فرقه بقى عندها شخصيه ممتازه، بتنزل ماتشاتها عارفه انها لازم تكسب عشان تفضل موجوده في المنافسه، فبتكسب، وبتكسب ماتشات كتير في البلس 90. ففرقه عندها روح كده في الفتره الاخيره، ففرقه هترخم علينا. الفرقه دي احنا لعبناها في الدوري، في بدايه الدوري مع يانيك فيريرا. يعني لك ان تتخيل ان انت في بدايه الدوري، وفي ظل برضو المشاكل اللي كانت عندك، وفي ظل ان ما كانش فيه تناغم بين اللعيبه، انت كسبت سيراميكا كليوباترا دي 2-0 على نفس الملعب اللي هتلعب عليه، ملعب هيئه قناه السويس. فانت قادر على انك تكسب سيراميكا كليوباترا، ولكن الماتش صعب جدا. ضيف على كده حاجه تانية، سيراميكا هيلعبك الماتش ده وهو مريح 10 ايام. اخر ماتش سيراميكا لعبه من 10 ايام، انت لسه لاعب من يومين، فعامل الارهاق والعامل البدني طبعا هيبقى ضدك. وفي لعيبه كتيره مجهده، وفي لعيبه كتيره طلع عينها يا عيني الفتره الاخيره من كم الارهاق اللي هم بيواجهوه في فكره
تلاحم الماتشات وان هم ما بيلحقوش ياخدوا نفسهم، كل الكلام ده على دماغي، بس لازم تكسب. هقعد اكررها لك وهقعد اعيد وازيد فيها 30 مليون مره، مفيش مبررات، مفيش مبرر لان انا اخرج من دور ال 16 مهما كانت سيراميكا عندها مين. سيراميكا دي لو بتلعب بنجوم العالم انت الزمالك، سيراميكا دي لو عندها احسن لعيبه في الدوري انت الزمالك، فانت لازم تكسب الماتش ده. ضيف بقى على العوامل برضو عشان افهمك قد ايه انا قلقان من ماتش الزمالك وسيراميكا ده، ان برضو الماتش ده هيتلعب من غير جمهور، هيتلعب من غير اللاعب رقم 1 في نادي الزمالك في الفتره الاخيره. ليه هيتلعب من غير جمهور؟ لان كل الانديه مضوا على لائحه في بدايه الموسم ان ماتشات الكاس في دور ال 32 وفي دور ال 16 ماتشات بدون جماهير، الحضور الجماهيري بيبقى بدايه من دور الثمانيه، فانت هتفتقد لجمهورك كمان. فكل العوامل ضدك، كل العوامل بتقول انك هتخسر ماتش سيراميكا ده، كل العوامل بتقول ان انت مش هتقدر تستمر في الانتصارات اللي انت عمال تكسبها في الفتره الاخيره. ولكن انت لازم تكسب. ما اصل اقول لك ايه، هفضل اعيد وازيد واكرر واقول من هنا لحد ما الماتش يتلعب، انت لازم تكسب يا زمالك، انت لازم تكسب. اتكلمنا على نقطة سيراميكا فنيا، تعال نشوف بقى الزمالك. الزمالك طبعا لعب الماتش الاخير بطريقة ال4-3-2 اللي كنت كلمتك عليها قبل ماتش كايزر تشيفز، وفي لعيبه كتير تألقت، والفرقه كان شكلها كويس نسبيا، ما كانوش افضل حاجه ولكنهم كانوا كويسين نسبيا بالنسبه لظروف اللقاء، وبالنسبه برضو ان انت لسه عندك غيابات. طبيعي ان هيبقى في تغييرات، طبيعي ان الكابتن معتمد جمال هيبقى عنده بعض التغييرات في مواجهه سيراميكا كليوباترا. توقعاتي ان التغييرات دي ممكن تشهد بقى عوده لعيبه انا مستنيها، ما هو خلاص احنا في اهم مرحله من مراحل الموسم. المرحله اللي احنا فيها دي مرحله عنق الزجاجه، اللي هو لو طلعت منها انا مكمل في المنافسه، لو غطست فيها هقع وهنزل في قاع الازازه ومش هعرف اطلع. فانا طبيعي ان انا اشوف محمود بنتايج بقى في ماتش السيراميكا، خلاص بقى ايشو تعب والخضري ما عندوش خبرات واثنين لعيبه دفاعيا مش افضل حاجه، طبيعي بقى ان محمود بنتايج يرجع. مش هيفضل محمود بنتايج كل ماتش قاعد لي على الدكه، مش هفضل كل ماتش عمر جابر قاعد على الدكه وبينزل اخر 5 دقائق مفيش، ما بيعملش حاجه. طبيعي ان اللعيبه بقى الكبيره هي اللي ترجع تكمل المشوار اللي بدأه لهم اللعيبه الصغيره. طبيعي ان اللاعب الكبير يرجع يلعب ويدعم الفرقه ويكمل في الفرقه. زائد عواد، كنت قلت ان احنا هنتكلم عن موضوع عواد ده بعد ماتش كايزر. هو عواد فين يا جماعه؟ عواد فرقه نادي الزمالك محتاجاه، ولو عواد فعلا هو اللي متغيب وهو اللي متمرد خلاص يا جماعه مشوه. اللاعب اللي مش هيتخانق معايا الخناقه دي في الفتره الصعبه دي ملوش مكان عندي ايا كان مين. والله لو مين، لو شيكابالا نفسه، لو شيكابالا موجود في الفتره دي وهو مش عايز يخش معانا الخناقه دي عشان مصلحته الشخصيه، هقول لك بالسلامه. لو مين والله، لو مين، ما تقفش على حد، ما تقفش على حد. طبق سيستم، طبق عقوبات، طبق غرامات، بس انا محتاج اللاعب المفروض على قوه نادي الزمالك. انا محتاج عواد، لان صبحي زي ما قلت لك ما اعرفش هو مصاب ولا لا، صبحي خلاص بنسبه كبيره هيمشي من نادي الزمالك. المهدي مش هعرف اعتمد عليه على المدى البعيد. المهدي حارس كويس وادى بشكل كويس الماتشين اللي لعبهم، مش هعرف اعتمد عليه لنهايه الموسم. لازم يبقى في حارس تاني اللي هو محمد عواد يكون موجود معاه. لازم يرجع بقى بعض اللعيبه زي مين، زي احمد ربيع. واحمد ربيع ده احنا جبناه ليه؟ هل انا اتعاقدت مع احمد ربيع من البنك الاهلي دافع له 40 ولا 45 مليون جنيه عشان خاطر العب بمحمد اسماعيل اللي هو مدافع في مركز 6؟ في حاجات كده لازم تتغير في الفرقه. انا مش بعدل على الكابتن معتمد جمال، ده الكابتن معتمد جمال كتر خيره على اللي هو بيعمله الفتره الاخيره، بس في حاجات لازم تحصل في الفرقه بقى. في لعيبه لازم ترجع تشارك. ما انا انت مش هتقعد طول الموسم. فين فتوح؟ فين احمد فتوح؟ مع احترامي يعني، اصابه ايه اللي مخلي احمد فتوح قاعد شهرين؟ فين الكابتن محمود جهاد؟ وانا كل ما اسال على محمود جهاد الاقيه مصاب. فين 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 فين؟ لا اللعيبه دي لازم ترجع، لان خلاص اللعيبه الصغيره عملت اللي عليها وزياده، والكابتن معتمد جمال باللعيبه الصغيره عمل اللي عليه وزياده. فين بقى القايمه بتاعتي بقى؟ فين اللعيبه اللي انا قلت مش هفك القيد عشان اخليهم موجودين في النادي فاديهم المستحقات بتاعتهم، واللعيبه دي قادره على انها تكمل الموسم؟ اللعيبه دي فين؟ اللعيبه دي انا محتاجها دلوقتي، محتاجها في ماتش سيراميكا، محتاجها لما الدوري يرجع كمان، لان انت بعد سيراميكا بعد 3 ايام عندك حرس الحدود في الدوري اللي انت برضه محطوط في خانه ما ينفعش تخسر ماتشات، ما ينفعش توقع نقط. انت عامل ايه طيب؟ انت عملت سبسكرايب يا اسطى؟ ما تعمل سبسكرايب طيب، وتعمل لايك للفيديو، وتسيب لي كومنت كده على الشويه اللي انت سمعتهم، وسيب لي توقعك عن ماتش الزمالك وسيراميكا لحد ما اخد البق الجميل ده. فالكابتن معتمد جمال معذورا اكيد هيبقى فيه تغييرات في التشكيله، والتشكيله من توقعاتي ان برضه هيبدا بالمهدي سليمان،
هيلعب قدام في خط الدفاع بالونش وحسام عبد المجيد، الثنائيه اللي هتتثبت معاك في الفتره الجايه. هيلعب باك يمين، ما اعرفش بقى، انا بالنسبه لي الامثل عمر جابر. عمر جابر اللي يلعب الماتش ده، مش محمد ابراهيم. محمد ابراهيم خلاص بقى، محمد ابراهيم والله العظيم ماتشين كمان وهيتصاب اصابه تقعده لنهايه الموسم. الواد بيلعب بحماس مش طبيعي، فلازم يقعد شويه. والكابتن بقى عمر جابر احد كباتن الفرقه يرجع. الناحيه الثانيه محمود بنتايج، مع كامل الاحترام للي عمله ايشو في ماتش كايزر تشيفز، لازم اشوف محمود بنتايج واستفيد من الكواليتي بتاعت محمود بنتايج في مركز الباك الشمال. نص الملعب لازم اتفرج على احمد ربيع شويه. احمد ربيع بدا معايا الموسم، او ما بداش الموسم، كان مصاب. منين ما رجع لعب معايا ماتشين ثلاثه تقريبا، منهم ماتش الاسماعيلي جاب جون، بعد كده شكرا ما شفتوش تاني. احمد ربيع ده انا نفسي اتفرج عليه. العب في مركز 8 بمحمد شحاته، والله العظيم محمد شحاته ما يعرف يلعب 6، والله العظيم ما بيلعب 6. اقسم بالله بيفتقد كتير قوي، ده بعيدا عن ان هو مستواه في الفتره الاخيره وحش قوي، بيفتقد كتير جدا لما بتلعبوه ديفندر. تلعب باحمد ربيع ومحمد شحاته، قدامهم مين بقى؟ قدامهم عم محمد ابو تريكه، عبد الله السعيد. عبد الله السعيد والاستمراريه، عبد الله السعيد محتاجه في ماتش زي ده، عشان نص ملعب سيراميكا كليوباترا هو اهم خط عندهم. الخط اللي موجود فيه عمرو السوليه وموجود فيه مين تاني، وموجود فيه احمد بالحاج، موجود فيه كام لاعب مخليين شكل سيراميكا جامد. فلازم عبد الله يكون موجود، لان هو هيعرف يتعامل معاهم. والخط الهجومي بتاعك هتلعب باخوان بزيره وينج يمين، وهتلعب بعدي الدباغ وينج شمال، وهتلعب بمهاجم الفرقه ناصر منسي. دي بالنسبه لي التشكيله الامثل لنادي الزمالك في مباراه سيراميكا كليوباترا، المباراه اللي انت لازم تكسبها يا زمالك. بتكسب وبنكسب يبقى لازم نكسب، بتكسب وبنكسب يبقى لازم نكسب. ليه؟ لان احنا عندنا مشكله بشعه في نادي الزمالك في الفتره، انا مش عارف انا بعرق ليه كل العرق ده يا عم. عندنا مشكله بشعه في نادي الزمالك على مدار التاريخ، وهي ايه؟ وهي ان الماتش الواحد في الزمالك بكارثه، الخساره الواحده بمصيبه، يا لهوي، وتلاقي ستات بتجري وناس نازله من بيوتها وعمارات بتتهد لمجرد ماتش واحد. ماتش واحد لو خسرته تلاقي كل اللي انت بتبنيه بالبطيء اللي هو طالع طوبه طوبه، كل ده هيقع فوق دماغك. ماتش واحد، ماتش واحد تخسره الدنيا بيتشقلب حالها. فالزمالك لازم يكسب ماتش سيراميكا كليوباترا. لازم ابتدي ارجع اشوف بعض من اللعيبه الغائبه عن الانظار بدون اي مبررات، لان القايمه عندي برضو ستيل ناقصه. وفي نفس الوقت يبقى اللاعب مدرك ان ماتش سيراميكا ده ماتش نوك اوت ستيج، ماتش تخسره تخرج بره البطوله، وما ينفعش الزمالك يخرج من دور ال 16. انا بالنسبه لي، هتقول لي السيزون ده مثلا في دوري وكاس وكونفدراليه، انت الاولويات بالنسبه لك ايه؟ هقول لك. مبدئيا الاولويه الاولى بالنسبه لي ان الزمالك على الاقل، على الاقل يعني يحقق الدوري ده، بالنسبه لي هيبقى دوري اعجازي ودوري استثنائي، على الاقل مركز ثاني في الدوري. لو مش هتحقق الدوري يبقى تحقق الكاس والكونفدراليه. لو مش هتاخد بطوله الدوري هتاخد مركز ثاني، يبقى تاخد الكاس والكونفدراليه، مفيش صعوبه في الاثنين. الكاس الاهلي خرج منه، والكونفدراليه ما فيهاش حد غير الوداد، يعني انت عايز اسهل من كده؟ مهما تقوليش بقى اصل مضغوط واصل مش عارف فكك بقى من الحاجات دي يا اسطى، نقولها لما تكسب، اديك حقك ساعتها واديك الكريدت بتاعك. لكن حتى وانت مضغوط، طب ما كل الناس مضغوطه يا عم، كل الناس بتلعب كل 3 ايام، كل الناس مضغوطه. انت مضغوط بزياده عشان انت بتلعب في بطوله زياده اللي هي الكاس عن الاهلي، معلش استحمل شويه، استحمل. ما انتم مريحين بقالكم كتير قوي يا جدعان، وانتوا ايام افريقيا كنتوا بتلعبوا كوره؟ هو ما تقوليش كاس العاصمه، كاس العاصمه دي كنتوا بتنزلوا كانها حجز خماسي. ايام البطوله العربيه كنتوا بتلعبوا كوره؟ اللعيبه كتير مريحه بقالها كتير، واللعيب اللي مصاب بقاله شهرين و3 شهور، انت بقالك كتير قوي مريح يا معلم. تعالى مع نفسك الكام شهر دول قبل التوقف الدولي الجاي، هترتاح في التوقف الدولي، في توقف دولي جاي هيريحك. بس انت انا محطوط دلوقتي في منافسه على 3 بطولات، ما ينفعش اخسر بطوله منهم في مرحله حرجه زي المرحله اللي انا فيها دلوقتي دي، والاقي كل اللي الكابتن معتمد جمال واللي احنا عمالين نبنيه بالحماس والشغف والروح كل ده بيتهد فوق دماغي. لان انت كل ده لما يتهد من فوق دماغك هيقول لك لف بقى، لف وسنطر من الاول، لف وروح سنطر، يعني لف وروح ابدا من الاول. مش لازم. ماتش سيراميكا كليوباترا ماتش مهم، ماتش صعب، هتلاعب فرقه تقيله من احسن الفرق اللي بتلعب كره في الدوري، ولكن فرقه في المتناول. الفرقه دي انت كسبتها في الدوري 2-0 بيانيك فيريرا، مفيش انتن من كده. يعني فرقه انت قدرت تكسبها بمدير فني ملط زي فيريرا. كابتن معتمد جمال عنده افكار فنيه، اكيد هيكون قاري فرقه الكابتن علي ماهر والطريقه اللي بيلعبوا بيها،
ومعظم اصلا لعبهم بيكون من على الاطراف، واختراق الاطراف دول للعمق، سواء اسلام عيسى او محمد عبد الله، والناحيه الثانيه صديق اجوله، والسقطه اللي بيسقطها فخري لقاي لنص الملعب عشان يتوه الدفاع، هو ده شكلهم الهجومي. عندهم صديق اجوله مسجل 6 جوان، فخري لقاي تقريبا مسجل 4 اهداف، اسلام عيسى مسجل له جولين، رجب نبيل مسجل له جونين، عمرو السوليه مسجل له جونين ولا 3 جوان. فرقه كلها بتسجل، فرقه كلها بتسجل، وفرقه عندها اكتر من عنصر خطير. فلازم التركيز في ماتش سيراميكا زي ما كنت مركز بالظبط في ماتش كايزر تشيفز، وزي ما كنت مركز بالظبط في ماتش سموحه، وزي ما كنت مركز بالظبط في ماتش كهرباء اسماعيليه، وزي ما كنت مركز بالظبط في ماتش المصري البورسعيدي. ماتش مهم جدا لنادي الزمالك. كامل التوفيق لنادي الزمالك، كامل التوفيق لاي 11 راجل هيكونوا موجودين في ماتش سيراميكا الصعب، وان شاء الله يفرحوا جمهورهم، وان شاء الله نكسب سيراميكا كليوباترا وتستمر الانتصارات اللي بقالها كتير موجوده مع نادي الزمالك. حماس، روح، شغف، جمهور كتير مصدق، جمهور كتير مآمن ان الزمالك بطل السنه دي، بطل اتليست بطوله من ال3 بطولات. فبطوله الكاس بالنسبه لي هي البطوله الاكثر حبا بالنسبه لجمهور نادي الزمالك الفتره الاخيره. ما ينفعش اخسرها قدام سيراميكا في دور ال16. ماتش زي ما قلت لك في الاول هتلاعب فيه اكتر من طرف، لازم تكسبهم كلهم وتقول لهم ان انا بنص رجل احسن منكم كلكم. انا لعبت الماتش وانا مضغوط وكسبت، انا لعبت الماتش وانا عندي ازمات وكسبت، انا لعبت الماتش وانا عندي غيابات وكسبت. كل ده الكلام اللي احنا هنقوله منين ما انت تكسب. ولكن في حاله الخساره لا قدر الله الدنيا مش هتكون الطف حاجه، وزي ما قلت لك هتلاقي المعبد بيتهد عليك. كل اللي بيبني في الفتره الاخيره هيبقى ملوش اي 30 لازمه، وهتلاقي نفسك متضايق، وهتلاقي نفسك زعلان، وهتلاقي نفسك بتخبط دماغك في الحيط. طب ليه؟ ما احنا في غنى عن ده. نكسب سيراميكا، نصعد لدور ال8، هنلاعب طلائع الجيش، ماتش سهل نسبيا. ماتشات الكاس اصلا ما فيش حاجه اسمها ماتش سهل، بس ماتش طلائع الجيش اقل صعوبه من ماتش سيراميكا. نفس الكلام ماتش زد لو صعدت نص النهائي. فانا شايف طريقك سالك في بطوله الكاس، فلازم تستغل حاجه زي دي وتضمن انك تنافس على بطوله زي بطوله الكاس. بطوله مهمه جدا لنادي الزمالك، متميز فيها الزمالك في الفتره الاخيره، بيحققها كتير في الفتره الاخيره. وان شاء الله كامل التوفيق لنادي الزمالك. ولو وصلت للحته دي من الفيديو، انت عمي، انت عمي كده كده. وانا يعني انا بعتبرك انك في مقام ابويا. الزقه اللي انت بتزقها لي دي انا بعتبرك انك ابويا بيساعدني. فهستاذنك لو تعمل سبسكرايب، وهستاذنك لو تعمل لايك على الفيديو لو عجبك الفيديو. ما تنساش تسيب لي كومنتك الجميل، بشوف كل الكومنتات والله، كومنتاتكم دي كلها على دماغي. وشكرا لدعمكم في الفتره الاخيره، وانتظرني بكره ان شاء الله بعد ماتش سيراميكا نطلع ونحتفل ونزقطط ونتنطط، والزمالك كسبان سيراميكا كليوباترا في دور ال16، ومعدي ماتش صعب لدور ال8 في بطوله كاس مصر. واشوفك على خيرة الله في فيديو جديد.